تخيل إن كتابنا المقدس اللي بنقراه كل يوم كل قصة فيه وكل نبوة وكل وعد بيوصلنا لشخص واحد بس. يا ترى مين هو الشخص ده؟ ده اللي هنعرفه في منيو النهاردة عن كتاب كيف تقرأ الكتاب المقدس. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيك في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والكتب والمصادر اللي على الإنترنت. ناس كتير بتفكر إن الكتاب المقدس مجرد تاريخ أو وصايا، لكن الكتاب ده بيوضح السبب الرئيسي لوجود الإنجيل ورسالته المحورية، المسيح، وكل قصة فيه بتخدم رسالة الفداء. ده معناه إن من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤيا بيشاور على يسوع المسيح وعمله الفدائي عشان يخلصنا. الكتاب ده بيأكد إن الكتاب المقدس ده مش كلام بشر، ده نفس ربنا، يعني هو كلام ربنا نفسه موحى به وموثوق. ربنا قصده إننا نفهم كلامه، مش ألغاز صعب نفهمها، فلما بنقراه لازم نكون واثقين إن ربنا بيكلمنا مباشرة عشان يوضح لنا قصده، مش بيخبي علينا. والكتاب ده كمان بيشرح لنا إن كتابنا مش مجرد معلومات، ده كتاب حي وفعال، نافع ومغير لحياتنا. كلمة ربنا بتدي إيمان، بتنمينا روحيا، بتطهر قلوبنا، وبتخلينا نعرف الحق اللي بيحررنا. يعني لو حاسس بضعف، كلمة ربنا بتقويك. لو محتاج توجيه، بتوريك الطريق الصح. هي بتجدد الروح في حياتنا. وقبل ما نقرأ لازم يكون عندنا وضعية تواضع للقلب وخضوع لسلطة الكتاب، يعني منسلمش نفسنا للحكم على الكتاب لكن نخضع لسلطته. لازم نفحص قلوبنا تحت كلام ربنا مش بعيد عنه. نسأل نفسنا ربنا قصد إيه هنا ليا أنا تحديدا، مش نقرأ وكأن الكلام ده لحد تاني أو لموقف قديم وخلاص. الكتاب بيأكد إن المسيح هو محور الكتاب كله، كل العهد القديم كان بيشاور عليه، والعهد الجديد بيحكي عن إتمام عمله. يسوع نفسه شرح لتلاميذه إن كل النبوات بتتكلم عنه، يعني لما تقرأ عن داود أو عن النبوات افتكر إن كل ده بيرسم صورة واضحة ليسوع وعمله الفدائي من أجلك. وياريت تقرأ الكتاب كله، لكن لو عايز تبدأ بأهم فصول فيه كيف تقرأ الكتاب المقدس بنرشح لك: 1. قناعات ضرورية لقراءة صحيحة للكتاب المقدس. 2. وضعية التواضع الضرورية للقلب. 3. منهج تفسيري لا غنى عنه. محتوى الكتاب اللي اتكلمنا عنه ده هتلاقوه موجود في وصف الحلقة عشان تقدروا ترجعوا له في أي وقت. وكمان عملنا لكم رابط بالAI في الوصف، تقدروا تسألوه عن أي حاجة في محتوى الكتاب ده. مثلا ممكن تسأله: إزاي أقدر أقرأ الكتاب المقدس كشاب وأفهم إن المسيح هو محور كل قصة فيه عشان أقدر أطبق ده في حياتي وخدمتي؟ قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك ياريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.